وينضم إلينا الآن شبكة مراسلين، سيكون معنا من كربلاء المقدسة طارق الطرفي، وفي النجف الأشرف وقاص محمد، وأيضا في بابل زين الشبلي. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ من كربلاء المقدسة طارق الطرفي. طارق، إذن الزيارة الأربعينية تبلغ ذروتها، كيف هو حال كربلاء حاليا؟ نعم، حياكم الله. الزيارة الأربعينية في كربلاء فعلا دخلت ذروتها. ملايين الزائرين الآن يتواجدون في مركز المدينة ويدخلون إليها عبر منافذها الثلاث باتجاه النجف وبابل وبغداد. الخطط الأمنية، هناك انتشار كبير وواسع لمختلف القطاعات الأمنية التابعة لموارد وزارة الدفاع والداخلية والشرطة المحلية وتشكيلات من الحشد الشعبي يساندها الطيران المروحي، وبالاشتراك والتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار لتأمين الصحراء الغربية، فضلا عن تأمين مناطق غرب كربلاء باتجاه جرف الصخر. الخطط الصحية جميعها تسير وفق ما خطط لها من قبل وزارة الصحة، وغرفة العمليات تدير الخطة بشكل كبير من خلال العديد من المفارز التي وزعت على مداخل كربلاء وفي مركز المدينة. هناك أعداد كبيرة من الزوار تتلقى خدمات العلاج في المفارز الطبية. دار الصحة كربلاء أعلنت أنها قدمت لغاية اليوم الخدمات لأكثر من 3 ملايين زائر بمختلف يعني الإجراءات الطبية في المفارز، ونقل الحالات الطارئة وإجراء العمليات الطارئة في مستشفيات المحافظة التي دخلت ضمن الخطة، وعددها 8 مستشفيات، إضافة إلى مستشفيات التابعة للعتبات المقدسة والمستشفيات الأهلية. الجانب البلدي أيضا هناك جهود واستنفار كبير من قبل تشكيلات وزارة البلديات. هناك فرق بلدية دخلت من مختلف محافظات العراق لتسند بلدية كربلاء في هذه الخطة، وهي تنفذ مفردات عملها بشكل كبير على محاور كربلاء وداخل مركز المدينة في عملية التنظيفات ورفع النفايات. أيضا وزارة النفط، اليوم وزير النفط وصل لكربلاء ليشرف على خطة دائرته فيما يخص موضوع تزويد الوقود وتجهيز المواكب بزيت الغاز وتهيئة الوقود للآلاف من السيارات التي تشارك في عملية يعني إخلاء الزائرين من كربلاء وإلى محافظاتهم، وأيضا بإدخال الزائرين لكربلاء من مختلف المحافظات. هناك أرتال وأساطيل كبيرة تشترك في هذه الخطة. كل الوزارات استنفرت جهودها الآلي للاشتراك في عملية نقل الزائرين، سيارات أو عجلات أو حتى شاحنات تابعة لوزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي، وزارة البلديات، الكثير من الوزارات، هيئة الحشد الشعبي، هيئة الحج والعمرة. الشيخ سامي المسعودي يدير بشكل خاص عملية النقل ويشرف على عدد من المحاور، إضافة إلى إدارة المحافظة اللجنة الخاصة بنقل الزائرين. نعم عفوا. نعم طارق، إذن استنفار تام لكل الجهود الخدمية والأمنية اليوم في كربلاء المقدسة. أريد أن أسألك طارق قبل أن أنتقل إلى الزملاء، لأول مرة يتم استخدام مدافع الضباب إلى جانب مراوح الرذاذ لخفض درجات الحرارة في المناطق المحيطة اليوم بالصحن الحسيني بمعدل 9 درجات. يعني هذه من الإجراءات التي قامت بها بلدية كربلاء بشكل عام أم اليوم كمحافظة؟ طبعا هذه العملية اشتركت بها أو يعني أشيعت كثقافة عامة، ليست في منطقة ما بين الحرمين أو الطرق المؤدية لمركز المدينة حيث الحرمين الشريفين. هناك يعني الكثير من المواكب على طرق الزائرين استخدمت هذه العملية في موضوعة التضليل للزائرين ووضع مرشات الماء للتخفيف من درجة الحرارة العالية، فضلا عن يعني تهيئة مواكب أو أماكن الإيواء للزائرين، لا سيما أن الزيارة تصادف في هذا الموسم وهذه درجات الحرارة العالية، وهناك يعني متعارف هذه الحشود وهذه الجموع يعني تلجأ إلى أماكن الإيواء في ساعات الصباح الأولى وحتى ما بعد الظهيرة يعني الحماية من أشعة الشمس، وبالتالي ما بعد الظهيرة تستأنف مسيرها باتجاه مركز مدينة كربلاء. الكل أو الأكثر أو الأغلب من الزائرين يكونون في ساعات الظهيرة في يعني أماكن الإيواء.
أيضا يعني لا يفوتني أن أذكر دائرة الصحة ومختلف الجهات يعني نفذت خطة خاصة في موضوع التوعية الصحية وتوعية الزائرين في موضوع يعني عدم التعرض لأشعة الشمس والركون أو الجلوس في الأماكن المظللة في ساعات الظهيرة خشية الإصابة بالإعياء أو الإصابة بأي حالة صحية لا سمح الله قد تضر بصحة الزائرين. أيضا لا يفوتني هناك خطة ثانية للتوعية أطلقتها قيادة شرطة كربلاء وبالتنسيق مع يعني أو بإشراف وزارة الداخلية. الخطة تتضمن موضوع محاربة الإشاعة والتثقيف والتوعية وتوعية الزائرين في موضوع التعامل مع الإشاعة وعدم تصديق الأخبار إلا التأكد من مصادرها الرسمية خشية لأنه مثل ما معروف هناك الكثير من الحشود في الشارع وأي حالة إشاعة قد تربك حركة الزائرين لا سمح الله وقد ممكن تحدث حوادث أخرى. أيضا يعني دائرة الرقابة الصحية ودائرة البيطرة وبالتنسيق مع البلدية أيضا هناك حملة كبيرة للمواكب للتثقيف في موضوع تقديم الأطعمة ونحر الذبائح ومراقبة هذه الأطعمة التي تقدم للزائرين، فضلا عن جهود أخرى تبذلها العتبات المقدسة أيضا في موضوع يعني عملية تفويج الزائرين لداخل الحرمين الشريفين. هناك أكثر من 5000 متطوع انضموا ليساندوا ملاكات العتبتين المقدستين في موضوع تنظيم دخول الزائرين وتنظيم المواكب الحسينية التي تدخل لتقديم العزاء، فضلا عن خطط أخرى تنفذها باقي دوائر المحافظة، دائرة المجاري ودائرة الماء. أيضا في قضية توفير الماء هناك جهود لدائرة الكهرباء أيضا، رغم هناك خلل يعني واضح في قضية تجهيز الكهرباء، لكن التبرير من قبل الجهات المختصة في دائرة الماء والكهرباء هو لربما منطقي فعلا، باعتبار أن هذه الحشود هي أكثر من طاقة المحافظة وأكثر من إمكان أعداد كبيرة أيضا أكثر من طاقة المحافظة وإمكانات المحافظة في الحياة العادية، لا سيما أن كربلاء وفق تعدادها الرسمي في الحكومة المركزية مسجل أن هناك في كربلاء 1,250,000 مواطن، لكن الأعداد في الحالة الطبيعية هي أكثر، فضلا عن الزيارات وهذه الملايين من الزائرين الذين يدخلون لكربلاء، فالأمر يفوق أكثر طاقة كربلاء في موضوع تجهيز الماء وأيضا تجهيز الطاقة الكهربائية، لا سيما أن هناك الشبكة الكهربائية متهالكة وتحتاج إلى صيانة وإدامة بشكل كبير، لا سيما على طرق مرور الزائرين الذين يعني يطلبون أو يتطلب وجودهم تجهيز كهرباء وتجهيز الماء. فواقع الحال هذا في كربلاء وفي باقي الخطط أيضا تسير كل ملفات الخطط بالشكل المطلوب. طارق، هو مشهد رائع بكل الأحوال عندما يتم تكاتف هذه الجهات المعنية كافة لكي تظهر اليوم كربلاء وأيضا العراق ككل بهذه الصورة الجميلة.